نتصل بمهند نعمل موضوع الزرع ده. دلوقتي نتصل بمهند، مفيش قدام غير مهند، هو أقرب حد ممكن يفيدني في الموضوع دوت يعمل لنا موضوع الزرع. اتصل بيه. ده مين ده اللي بيرن على الصبح ده؟ الو ابو يونس، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم سهله، يا عم سهله، على شويه زرع سهل يعني الحوار. خلاص قشطه. بس انت يعني هتجيلي عشان ايه تاخدني؟ ها مش هجيلك انا شبرا وبعد كده نرجع تاني، تمام؟ بس كان كده اوكي. ما طب ما انت تيجي تاخدني يا باشا ان شاء الله، يعني نعمل لك احلى شغل ونعمل لك احلى زرع في السطح. يلا انا مستنيك، هخلص عند الحمام كده وهتلاقيني ايه جاي لك على طول. بس انت اتصل عليا قبل ما توصل للمكان اللي انت هتقابلني فيه. ماشي يا باشا؟ يلا القاك بعد قليل، سلام. طبعا يا جماعه قابلنا ابو يونس، رايحين بقى المشتل. جه خدني الاستاذ اهوت، زوزه متمرمطه معانا، رايحين نجيب الحاجات اللي هو عايزها. شوف بقى هو هيوصل لغايه فين في السطح بتاعه ده. هنا فين مكان المشتل؟ بس هنوصل دلوقتي ما تقلقش. خد بس اليمين، خد اليمين عشان خاطر ايه ما نتوهش. لما نخش المشتل يا جماعه انا بصور. ايه رايك؟ الله ينور يا اسطى، بجد والله. دي عنب. ها دي عنب يا باشا، ما شاء الله. ده عنب ايه ده؟ دي عنب بناتي. ما شاء الله جميل. توكل على الله. توكلنا على الله. يلا يلا تعالوا برضه نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. تعالى نروح نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. بصوا يا جماعه احنا جبنا ايه. عمالين نطور يا جماعه، وجايبين اخونا مهند لان طبعا هو ادرى بالموضوع ده. احنا طبعا قاعدين في مشتل اهو دلوقتي على كده. بس جبنا ايه؟ احنا جبنا ايه كده يا مهند؟ دي احنا حاسبينها على دول. ناقص احنا ايه؟ شوف العنب. صح؟ بس احنا العنبه تمام. عنبه ودوت 2 شيح. ده شيح. بص ده في قوقع كمان جوه، قوقع وعايش اهو. عايشه؟ عايش بس نحطه بعيد، احنا مش عايزينه معانا في البيت. الحاجات دي مش عايزينها في البيت خالص، ما ينفعش. تمام. وديت واحده دي نعناع ريحتها جميله الصراحه. احنا جايبين واحده بس نعناع. واحده بس. طب ما كنا نجيب واحده. انا ما بحبش النعناع عشان الريسك فيه عالي. ليه الريسك؟ وخطره. بمعنى ما بعرفش ازرعه، ما بيجيش معايا سكه. طب ما هي مزروعه اهي ما شاء الله. ماشي، بس بيحصل مشكله عشان الشمس بتحتاج درجات حراره معينه. يعني دي عارف اللي هو ايه، انت بتفضل قاعد جنبها كده. تمام. دوت 2 روزماري ينفعنا في الاكل ده يا جماعه. على الاكل. جميله. حلو. دول 2 ريحان. ودي 2 ريحان. احنا ممكن نغير دي ونشوف واحده غيرها. شوف واحده زي دي يعني. ماشي، واحده فايحه كده شويه. واحده فايحه زي دي، بس انا قلت اجيب لك واحده بشماريخ. شماريخ. طب شوف لنا. الشماريخ اللي فوق دي. شوف لنا واحده بشماريخ تاني. شماريخ يعني عادي. ودي من غير شماريخ. ممكن ناخد الاثنين ونتوكل على الله، عشان انا بس جذورها عشان انت شايف جذورها عجباني يعني. طب طالما جذورها عجباك خلاص توكلنا على الله. تمام. روقنا اهو يا جماعه. اهم حاجه كده احنا لسه طبعا نروح نجيب لهم الحاجه بتاعتهم. لسه ناقصك طينه اللي هو التربه. بس دي هتحتاج تربه بلدي، ودول اللي هيحتاجوا تربه بلدي او بيتنس، يعني لسه مش عارفين. طيب طبعا اوضه هنا كتير قوي مش عارف ليه. خلاص على الله طبعا. انت كده عايز حاجه تاني؟ لا خلاص توكلنا على الله. نكتفي بهذا القدر كده النهارده ونشوف الدنيا ترسى عليه معانا بامر الله تعالى. طبعا جبنا الحاجه الحمد لله، وطبعا عدينا على العياده البيطريه، جبنا شويه حاجات للحمام كعينه تاني. هو احنا لازم نكوع كده كل بخاله موسى. افتح لي الباب طيب. الله عليك. احنا وصلنا عند ابو يونس بعد ما جبنا الحاجه. ايه؟ حضني شويه. حضنك؟ حضن لي ورايا. ارجع انا الف لكم الكاميرا يا جماعه وركن ابو يونس. ارجع يلا ارجع ابو يونس. ايوه زي ما علمتك كده بالظبط. بس تسلم يا سائق، والله العظيم يا جماعه بيعرف يركن. خلاص يا ابو يونس، خلاص انت طلعت على الرصيف. حلو قوي كده. فنان ومعلم. تعالوا بقى احنا ايه نكمل بقيه الحاجات اللي احنا عايزينها. هجيب ايه تاني؟ نجيب الرمله.
غالي. امسك الحمامه دي في ايديك. على فكره بتاعها مفتوحه. واحنا نظره من طبعا. بص بقى، طلعنا الحاجات اللي احنا جبناها. دي العنبايه وده الريحان، وهنا في زرع جوه هنا اهو، روزماري ونعناع، ودوت الريحان، وديت الشيح، وده طبعا ذكر البط دوت لقيته عمال بياكل في العنبايه. بصوا ابو يونس لو جه وهيوسع هيحشيك رز. اهدى. طبعا انا بدأنا اللي احنا نخلط خلاص. ده الطمي اللي احنا عرفنا نعطر عليه، وده اللي احنا المفروض نملى بيه البرميل ده اللي احنا نزرع فيه العنبايه اهيت. ابو يونس قال انا هنزل احاول اتصرف في شويه طين عقبال ما احنا نخلط ونكسر التربه دي طلعت مبلوله، فهتطلع عينينا شويه. المهم اللي احنا نحاول نقضي مصلحه، ونحاول اللي احنا نعمل البرميل ده على الاقل على قدر الامكان يبقى فيه تربه كويسه، كميه نقدر نستعملها، وكميه معقوله. خير وربنا ايوه يابا. بس يا جماعه يعني اللي بيزرع ده يعني بصراحه ربنا كان الله في عونه. الموضوع بهدله يا جماعه. عايز اقول لك ان منطقتنا كلها ما فيهاش طمي زرع. بنطلون بهرماني. هندي لك طقم يا معلم. الناس بقى تقول لنا ايه رايها. دي هنعملها للعنب يا جماعه. وطبعا مهندس مهند معانا قال ممكن ننقلها بعد مرور سنه ونص. صح يا مهند؟ والله بص ان شاء الله الفتره الجايه ندور لك على برميل اكبر تكون هي حتى لقطت، ووصلنا مثلا لشهر 2 ولا حاجه. على الله. احنا اصلا جبنا طينه. بص جايبين طينه والله العظيم يا جماعه. بص الطينه بلدي، اقسم بالله دي بلدي. الطينه عامله ازاي. واحنا ماشيين في الطريق لقينا طينه، وقفنا والله بالشياله بتاعت الحمام واديناها. بص طيب هي المفروض تتحط دلوقتي ولا ايه؟ طبعا. طيب بس هينقل بقى دلوقتي العنبايه. اللي يعرف بقى في العنب يا جماعه وفي الشتلات والكلام ده يقول لنا العنب دي ايه يا جماعه. العنبه ديت طبعا احنا مش هينفع نقطع الكيس. كل اللي هنعمله ايوه اجيب لك مقص. في مقص. المقص اهو وراك اهو. طيب انت ايه هتفتح بس مكان الجدر من تحت. بصوا يا جماعه بيعمل ايه. زمان عاشق للزرع. ليه يا عم انت ما زلت؟ لا بس انا دلوقتي بزرع صباريات بس. زمان انا بالنسبه والله العظيم كان عندي باميه، زرع باميه. لا ما انا لو الدنيا ظبطت معايا والله هعمل فلفل اللي انت وريته. فلفل النهارده؟ انا بزرع فلفل اخضر. الفلفل الكبير. وكنت تاكل منه؟ والله العظيم كنت باكل منه. بص احنا كده تمام. بص هو بيعمل ايه هنا. ما تفتحها سنه كمان يا عم، وسع لنفسك شويه. انا مش عايز بس عشان ايه بس. مرحله النقل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لكن هي مش ما تتشالش خالص. تشيلهاش، ده احسن لها يعني. والله تفضل لا يعني انا عايز اقول لك احنا اصلا محتاجين نشيلها ونرجعها تاني، بس خلاص مش هنشيلها تاني. ليه؟ عشان تحط طمي حواليها؟ اما انت كده هي متهيألي هتفرش لما هي كده اصلا مش هتفرش، هتريح. تريح. ده اللي انا اقصده. شمشون ايه بيدور على اي زرعه، بيدور على اي ينقنق فيها. انا طلعت دي من ايده. المفروض دلوقتي بقى تاخد ميه ولا ما تاخدش؟ دي ميه بسيط كده مثلا. كلنا هناخد ميه دلوقتي. ليه؟ كلنا هناخد ميه. كلنا عايزين ميه. طبعا الموضوع يا جماعه طلع مش سهل بالمره. الموضوع طلع متعب والله. حوار الطين ده حته توفر الطمي في حد ذاته بيريح. بص هو توفر الطمي اللي هو الصناعي ده بس غالي. تيجي انت شفت بعينك. لا ده احنا شفنا الاسعار يا جماعه. الاسعار غريبه يعني.
بنسال على قصريه زرع قلب 130 جنيه وارقام غريبه الجردل كده. اللي احنا بنستعمله اللي هو الجردل الصغنن ده. يعني عادي. انت بتهز السطح كله. عشان خاطر ما انا عايز انت عايز تملاها؟ مش عايز أقلقها، انا عايز بس ايه، هي دي دي اللي اسمها القزم ولا دي انهي واحده؟ العنبه دي هتطول. اه العنبه دي هتطول تمام. اتفرج عليها فين بقى مكان ما بيجيلكش شمس جامد فيه في السطح. ورا هنا عند باب السلاك. عند باب السلاك. هتبقى طبعا قريبه للاستاذ الجميل ده. يا بنت يا ابني استعملها في الامتحان. لا والله. ارفع بس قدامي كده. طيب تعالوا يا جماعه كده نقل الحاجه دي ونرجع لكم تاني. ادي يا جماعه اهو نقلنا الزرع. ادي اول سقيه ميه ليها. بس انا اسمع ان ما بتاخدش ميه كتير في الاول. ايوه بالظبط عشان دي مش هديها ميه كتير. انا بس بديها ميه عشان التربه تمسك نفسها. عشان بس كده خلاص. اهم حاجه هي الشمس ما تكونش قويه عليها. بصوا يا جماعه هي اجمالا هي تجربه. هي تجربه. تاكل كتكوت وقع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا في ايه؟ ايه الصوت ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ نص الكتكوت؟ انت ايه اللي جابك هنا يا عبيط؟ تزنق نفسك؟ انت بتنتحر؟ انتوا جعانين عايزين تاكلوا، انا هحط لهم اكل. بس كده يا جماعه بتاعتنا ما شاء الله. عايزين ميه كمان. خلاص خلصنا على خير. الإقامة جاية دلوقتي. بصوا يا جماعة بعد الإقامة الأذان خلص خلاص. طبعا الروزماري ظبطت اهيت، حطيناها في قصرية. أبو يونس بيلم الحاجات اللي اتبقت. الراجل اتبهدل يا باشا. عادي يا باشا ولا يهمك. والريحان ادي واحدة ان شاء الله، وادي ريحانة تانية اهي، دي واحدة تاني تمام. نتمنى بقى من الله عز وجل اللي دي بقى الفكرة كلها في دي، هي ديت اللي انا الصراحة منتظرها يعني. تأكلنا عنب لو ربنا كرم ديت، أكلنا عنب متنسناش تمام. طبعا هنا في واحدة حاجة هنا معانا ده يا جماعة شيح، ده شيح جبلي اهي، ده شيح اصلا بيتزرع في الصحراء دوت. احنا جبنا واحدة، جبنا التانية ديت ان شاء الله بيونس، عشان احنا خلاص العيش المغرب بيتأذن او بيصلوا المغرب خلاص وهنمشي احنا. فبيونس هيعمل ديت في يوم تاني تمام. بيونس عمال يكنس السطح اهو، في حملة نظافة. الزرع بيدي طاقة، الزرع بيدي طاقة انا عارف. طبعا ده احنا ابو يونس فاجئني في الاخر بالبتاع ده موجود. ده يا جماعه كل ده اصلا ده طين، ده مليان كله كده طين اهو، نص ولا حاجه مليان طين. ف ان شاء الله يعني في مره تاني ابو يونس هيظبط الدنيا فيه. بس اهم حاجه منظر السطح كده يعني، لما ربنا يكرم دي تلقط ان شاء الله ودي تلقط ودي تلقط ان شاء الله، هيبداوا يرموا معاه وهيبداوا اللي هم يشدوا حيلهم. شكلهم متخاذل كده عشان بس هم لسه منقولين جداد، فهيتظبطوا ان شاء الله ويبقوا تمام على الاخر يعني. ما حدش يقلق من اي حاجه تمام. موضوع الزرع دوت حاجه كويسه جدا، اي حد عنده مقدره اللي هو يزرع يجيب انواع زرع كتير جدا. وطبعا احنا ما نقدرش ننسى دي. ابو يونس بالله عليك دي ما تنساهاش، دي ما تنساهاش يا جدعان. قول حطها مش تنفع، عايز حاجه صغيره عشان تعرف تستعملها. والله بص انا قلت لك قاروره دي يا جماعه، عايزه قاروره، ده نعناع بلدي، عايزه قاروره حاجه عشان تفرش بيها بالعرض. لا عارف لو في طبقه زي ده غويط شويه قشطه، حاجه تفرش بيها بالعرض يا ابو يونس. يا عم ما تستعجلش اهي يا جماعه، بصوا شكلها عامله ازاي. ده نعناع يا لا دي لوحدها لو لقطت هتخرب معاك الدنيا. هتاكل بص تشرب شاي بالنعناع وتاكل نعناع وتعمل عصير بالنعناع، كل الكلام ده هيتعمل معاك لا تقلق. انت بس ظبط لها حاجه كويسه ان شاء الله يعني. عايز حاجه تقول لي حاجه عريضه قاروره وتقسمها بالنص بالطول تمام. بعد كده تروح حاطط التربه وتحطها في النص وتتفرج عليها، تبقى عامله ازاي.
بس كلامك برضو قول. انها تمشي في البرميل ده. بس هتمشي في البرميل ده، بس مش هتعلى. مش لازم تعمل، مش عايزه تعمل. امال الشمس هتجيلها ازاي؟ ابو يونس اي حاجه يا ابو يونس محتاجه شمس. طبعا الاستاذ ده الحاجات، شويه الحاجات دي ادوها بالظبط 10 ايام ولا 20 يوم واتفرجوا عليها. ابو يونس مش هيلاحق عليها حرفيا، ابو يونس مش هيلاحق يقول لمهند انقلها. بص يا ابو يونس، انت ديت عامه في النقل بتاعها تشدها كده تحطها في حته تانيه خلاص. والله العظيم انا عندي ما فيش اكتر من ده عندي في السطح. انا ما اعرفش حاجه عن الزرع خالص، ماليش في الزرع والله، انا اعتمادي على الله. طب ايه اللي رماك عليه طيب؟ حابب الموضوع الفتره الاخيره يا عم ان شاء الله خير. المكان وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيه افاده، يعني ممكن مثلا عنبايه نستفاد منها. يعني نستفاد منه، نشرب شاي من عليها. انت جايبت لنا روزميري اهو اسمه، قلت له روزماري، مش مصدق لحد دلوقتي. ده روزماري. هو بيقول لي ده اسمه روزماري وبيستفادوا بيه في الاكل يا جماعه، اللي بيتحط على الاكل. والله الطبق بيتباع ب 20 جنيه الطبق. والله العظيم الطبق بتقص دي كده اهو، بتتقص وخلاص. انا كده راح اجيب لي 2 كمان. طب اقول لك على حاجه حلوه يا عم، انت مش مصدقني. انت عندك جماعه عندك بيستعملوا روزماري، خليهم يطلعوا ويشموه، يشموا المجفف ويشموا ده. خلاص ماشي قشطه. ماشي، احنا لو كده نجيب 2 كمان بقى. يظبطوا دول الاول، اصل دول هيفضلوا هم يطلعوا معاك شماريخ في كذا حته يعني. فديت ان شاء الله تبقى هتزيد معاك ان شاء الله، دي هتزيد معاك. بس اهم حاجه اظبط التربه واظبط الري بتاعك بس كده. انت قلت لنا الري مره في الاسبوع عشان الشتاء داخله، الشتاء داخله عليك. مره في الاسبوع والمره تملاها لغايه فوق هنا، يعني خلي الميه تبقى على الحز كده تمام. وكل ما يحصل معاك خرم زي ده تحط فيه شويه تربه. ليه بقى؟ عشان خاطر هيقعد ما يخرم يخرم يخرم، هيروح فين تاني؟ يعني انت دلوقتي دي نحط لها شويه تربه بس عادي اهي يا بابا بس. ان شاء الله مشروع موفق يا ابو يونس. اهم حاجه بس خلي بالك من الكتكوتين اللي عندك في السطح دول. الكتكوتين دول انا بفكر والله اجيب زي حاجه واضلل عليها. لا ما تضللش، الشتاء جايه وهتظبط معاك. دول ان شاء الله في الشتاء. عشان البط مش شمشون ما ياكلش منه. شمشون مش هيوصل لها خلاص، شمشون كده مش هيوصل لدي خلاص، دي كده خلاص. بص احنا عليناها قد ايه، مش هيوصل لها خلاص. هي بس كده ايه، الهواء ياخد ويدي معاها. انت بس الري اظبطها ري، ما تزودش ري وخلاص. قلت لي دي مره في الاسبوع برضه مره في الاسبوع. وانت ابحث برضه على اليوتيوب كده اعرف الري بتاعها قد ايه، عشان مش متذكر. يلا بقى نروح. بصوا يا جماعه، يعني انا والله انا هوريكم. سواء انا اتبهدلت بس مش مهم، لاجل ابو يونس عادي. بص البنطلون كان اسود بقى رمادي، مش مهم برضه. والايدينا طبعا عايزين نتشطف تشطيفه حلوه كده قبل ما نروح. ان شاء الله خير. وكده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون موضوع الزرع ده كده حلو يا رب يعني. ويا رب يا رب يا رب ارجع ازرع عندي تاني. انا عندي بانيو مساحته جامده جدا، 1.5 متر دوت. لو انا في تربه كويسه اتفرجوا على شويه الزرع اللي هيحصل فيه. خير ان شاء الله، كله خير وكله مع الوقت هيتحسن باذن الله. كده يا جماعه كانت نهايه الفيديو. كان معكم مهند محمود واخويا ايمن ابو يونس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.